السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي لغدا ايه بكرة. النهاردة ان شاء الله يا بنات هنعمل البطاطا بطريقة سهلة جدا. البطاطا في الفرن. تمام. اول حاجة طبعا هجيب البطاطا اغسلها كويس وبعد كده قشرتها. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده هقطعها حلقات. تمام يا جماعة. كده زي ما انتوا مش كل الكمية طبعا على قد الكمية اللي انت عاوزاها. هبدأ اضيف عليها كوباية من اللبن. لو ما عندكيش لبن ممكن مية عادي يعني. تمام. وهجيب كمان معلقتين من السكر بمعلقة. دي التانية. وهجيب معلقة من الزبدة هي سمنة بلدي. تمام. دهرها حلوة كده. هبدأ بقى اقلبهم مع بعض كويس واحطهم على النار زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. اهي وهي بتغلي حطيت عليها كمان نص كوباية من المية. حسيت ان هي عاوزة سوائل كمان هتحط عليها نص كوباية من المية زي ما انتوا شايفين كده. اهي هي بدأت ان هي تستوي اهي. تمام يا بنات. لو وصلت اللي عندي هنا ممكن تعملي لايك. زي ما انتوا شايفين اهيت المية اتشربت منها. هطفي عليها بقى واغطيها وتعالوا نعمل مع بعض البشاميل. هجيب كوباية من اللبن ودي معلقة ونص من الدقيق. تمام يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده هحط عليها معلقة من السكر وكمان معلقة من القشطة. كنت بدوب فيها السكر. هجيب بقى القشطة معلقة كبيرة حلو كده من القشطة. طبعا رشة ملح. لو عندك فانيليا حطي كيس فانيليا ممكن ما عنديش فمش حطيت. هبدأ بقى ان احطها على النار واغليها. تعالوا بقى نرجع للبطاطا. هجيب معلقة من السمنة معلقة صغيرة كده ايه احطها في الصينية من تحت. تمام يا حبايبي. تعالوا بقى ايه البطاطا زي ما انت شايفاها كده مش محتاجة هراسة ولا اي حاجة. هتفضلي تقليبها تقليبتين كده بالمعلقة وايه هتنهرس معاك كويس زي ما انتوا شايفين كده. اهي بسم الله ما شاء الله يعني شربت المية واللبن اللي انا حطيتهم. وايه هفضل بقى اهرس فيها بالمعلقة كده عادي هتتهرس معاكي. طبعا يا جماعة اللي حابب مكسرات بيحط. انا حطيت جوز الهند وزبيب. بس انا بقى نسيت احط في المرحلة دي. المفروض لو تحطي مكسرات هتحطي وانتي بتهرسيها كده زي ما انتوا شايفين كده. جيت افصل الكاميرا وبعدين ايه معرفتش افصلها فايه قلت مش مشكلة هكمل معاكم وانا بهرسها. تمام يا جماعة. يعني بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة كده وجميلة ان شاء الله ولادك يحبوها. بقى احطها في الصينية. كنت فاكرة ان هي تبقى كتير على الصينية بس هي طلعت مظبوطة الحمد لله يعني. تمام. طبعا بشيل اي حاجة في الحلة ما بسيبش حاجة يعني خسارة. هبدأ ايه اسويها بقى في الصينية. اي صينية عندك بايركس ألمونيا كله هينفع. واللي بقى عملت اشتراك في القناة ولا لسه ممكن تعملي اشتراك وانت برأيك. تمام. زي ما انا قلت لكم نسيت احط الزبيب وجوز الهند وانا بقلب فرحت حطها بقى ايه قبل ما احط البشاميل وسنه من القرفه كده سنه صغيره خالص. وابدا ايه اقلب مع بعض لما المكونات كلها ايه تنمزج مع بعض كده. اروح ايه اسويها بقى في الصينيه.
يلا بقى اكتبي لي كومنت برايك واشتراك في القناه، ولسه ما اشتركتيش. تمام. ابني بقى كان بيصور وانا بصور، كان واقف معايا بيقول انا عاوز اتكلم يا ماما، فكان في دوشه من ولاده وكده، سبت له مقطع واحد بس بصوته وانا بحط البشاميل. يلا بقى اسيبكم معنا. بصوا يا جماعه، لا انا اللي اتكلم وهنقلب وهنقلب تاني، وهنعملها، هنجيب المعلقة هنقلب زي ما انتم شايفين المعلقة الصفرا دي، وهنجيب صينية البطاطا وهنحط عليها اللبن زي ما انتم شايفين. اللبن بيتحرك، ما بتحركه الصينية، وهنبدأ نعمله بالشكل ده. نبدأ نحط الباقي زي ما انتم شايفين الباقي ده حطوه، يعني يعملوا البطاطا بالشكل ده. ونعمل البطاطا وهنسويها بالفرن. نسوي الوش الاول وبعد كده نحطها في الفرن. نسوي الوش وبعدين نحطها بالفرن ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، طبعا كنت مصوره مقطع اللي انا بقول لكم احط البايركس في صينيه ألمونيا قبل ما ادخلها الفرن، بس هو الظاهر انا نسيت امنتجه في الفيديو ولا كده، فانا قلت لكم قبل ما تدخلها الفرن يكون سخن، وتحط ايه صينيه ألمونيا للامان يعني في الفرن. تمام. ايه دوبك بس ما بتاخدش 10 دقايق، كل حاجه مستويه وش يتحمر بس. انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هي كانت حلوة جدا وهي سخنة، انا حبيتها وهي سخنة، انما تاني يوم لما بردت تاني يوم بصراحة انا شلت البشاميل من على الوش، كلت البطاطا كده بس. كل واحد وذوقه طبعا لما بتحبه، بس وهي سخنة كانت حلوة يوميها، يعني تتاكل في اليوم اللي هي بتتعمل فيه. زي ما انتوا شايفين كده ايه بقى، قطعت حتة كانت جميلة يا بنات، جميلة جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شايفين ايه، بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا في ناس مش حابة جوز الهند والزبيب، لو ما بتحبيش المكسرات ما تحطيش، هي البطاطا والبشاميل من على الوش. كمان ما تكتريش البشاميل، زي ما انا عملت كده كوباية من اللبن بس. تمام كده يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. قولوا لي بقى، اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، اعملوا لي لايك واشتراك. قطعت كمان خرطة معاكم، شوفوا عم جميلة ازاي. حبيت اشارك معاكم وانا بقطعها اهي، ما شاء الله يعني. يلا بقى اشوفكم على خير، مع السلامة. كانت تحفة.